السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة أم العز وبناتها. كنرحب بجميع المتتبعين وكنشكركم على تعليقاتكم وتشجيعاتكم الجميلة. اليوم جبت لكم واحد الوصفة رائعة جدا جدا وبسيطة وممتازة، كيكة ديال التفاح تركية اللي هي مشهورة جدا وعملت ضجة كبيرة، ولكن تستحق التجربة. غادي تتبعوا معايا المقادير والطريقة، راهم ساهلين وبساطين وغادي تعجبكم ان شاء الله، وعتجربوها وعتشكروني عليها. كيف ما عجبتني اكيد غادي تعجبكم. غادي نبداو بالمقادير والطريقة اللي هما ساهلين جدا. غادي نستعملوا اي كيكس، ماشي ضروري هاد النوع هذا، انا اخترته حيت كيعجبني، ولكن اي نوع ديال كيكس ممكن تعملوه. اللي عندها شي كيكس تستغلوا بهاد الطريقة هذه. غادي نستفوهم في واحد الاناء، اختروه مربع مدور طويل، نتوما كتختاروا الشكل اللي بغيتو. المهم غادي نستفو هاد الكيكس هذا، ومن بعد غادي ندردروا عليه شويش ديال القرفه وغادي ننزلوه جانبا. غادي ناخدو واحد 3 ديال التفاحات وكنقشروهم. ممكن تحيدوا لهم القشره، ممكن تخليوها. تفاح خضر تفاح حمار اللي يعجبكم، مهم التفاح، وكتقطعوه اطراف. غادي نقطعوهم طريفات. انا غادي نوريكم الشكل كيفاش غادي نقطعوه، ومن بعد غادي نستفوهم فوق داك الكيكس. صراحه راها واحد تقدر تقول طرطه، واحد المذاق، واحد اللذه رائعه، ويعني هي بسيطه وكتجي راقيه جدا. يعني كتحمر الوجه، تحطوها للضيوف وسهله التحضير وما كتاخذش بزاف ديال الوقت. يعني وقت قليل وجيز توجدوا فيه هاد الحلوى هذه ممتازه. جربوها ما غاديش تندموا عليها. بعد ما استفنا المسائل ديالنا غادي ندوزو للمقادير. عندنا الحليب والدقيق، واحد الكاس صغير. الحليب غنحتاجو غير 3 المعالق كبار، نص كاس صغير ديال السكر، وعندي البيض 2 بيضات، والخميره وفانيليا. هادو هما المقادير ديال الكيك.
يا لالا، غادي نعملو الكيك وغادي نكبوه فوق التفاح. الصراحه ما شاء الله كيتجي غزاله وممتازه. غادي ناخدو البيض ونزيدو له الفانيليا وغادي نمخضوه، نحاولوا نطلعوه شي شويش. مي كنطلعوه كنزيدوه السكر، يعني هانتوما غادي تشوفوا المراحل بالتدريج. نعملو السكر عاوتاني نزيدو نمخضوه ونزيدو 3 المعالق ديال الحليب، ثم الدقيق، الخميره، فانيليا، وحنا ماشيين حتى كنساليو العناصر كامله. بالنسبه للدقيق انا هنايا ما كبيتش الكاس كله، كبيت بقى واحد شويه في القاع خليته يعني حتى تاكد، حيت بعض المره كاين الطحين اللي دغيا ما كيشرب. فغادي تشوفوا في النهايه المقياس ديال الخليط كيف يجي خاتر وفي نفس الوقت سائل كيهود. كيف كتشوفوا غطينا هذاك التفاح، غطيناه كله بالخليط ديال الكيك، ضروري تغطيوه كامل. من بعد غادي ندخلوها الفران. انا غادي نرش عليه شويش ديال اللوز، الا عندكم لوز افيلي مزيان، انا عندي لوز مطحون عملته فوق منه باش يعطي شويش المذاق، ممكن تستغناو عليه. وندخلوه الفران 120 درجه او 180 على حسب درجه الحراره. انا عندي الفران مجهد كنعمل عليه 120 بخصوص فحال هاد الحاله هادي، وكنشعل عليه من الفوق ومن تحت. ملي تشوفها تحمرت كنخرجوها، ويا سلام. ان شاء الله تذوقوها بالصحه والراحه مي تجربوها.